السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، انا النهاردة بقى هعمل لكم وصفة جميلة جدا جدا، تنفع البنات تنفع الستات، وما يمنعش عادي لما الرجالة تحط منها. دي حاجة كويسة جدا مفيدة، مفيهاش اي نوع من انواع الضرر، بل بالعكس. بصوا يا حبايبي، كتير قوي 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 مننا بيستعمل المزيل بتاع العرق. تمام، بصراحة من اخطر ما يمكن المزيل بتاع العرق ده، حاجة وحشة جدا جدا وخطر ومفيهاش اي نوع من انواع الصح. يعني احنا يا جماعة بنسيب الحاجات اللي هي الطبيعية، مفيش احسن من الطبيعة، كل حاجة طبيعية، حتى لبشرتنا حتى لشعرنا، اي حاجة يعني طبيعية بناخدها من الطبيعة بتبقى جميلة. يعني الواحد مثلا لو عايز يعمل ماسك للبشرة، عندك الخيار وعندك النشا، جميل جدا. لو خدتي معلقتين نشا حطيتي عليهم، جبتي خيارايه وبشرتيها، تمام جدا، يعني بشرتيها جامد قوي وعصرتيها، خدتي الميه بتاعتها بس ودوبتيهم، حطيتيهم كده على النار وعملتيهم زي الكريم، هتحسي ان النشا كده لفت معاكي وعملت زي المهلبيه كده ومسكت، قبل ما تمسك وتقفش كده منك تروحي شايلاها، تشيلها من على النار وتحطيها في علبه صغيره كده وتحطيها تبرد وتحطيها في التلاجة وتعملي منها ماسك على وشك. تفتيح جميل جدا وشد للبشره رائع بامانه. انا لما بقول الحاجات دي بكون جربتها على نفسي، بعمل كده في تيست كده الاول لنفسي، وبعد كده اشوف الحاجه فعلا جايبه نتيجه وجميله بقول لكم عليها، مش حلوه خلاص ما بعملهاش. بالنسبه للشعر، لو عايزه تعملي حاجه لشعرك، زيت الزيتون بس الاصلي بقى، مش الزيت اللي هو ملعوب فيه ده، لا، زيت الزيتون الاصلي ده يا جماعه بصراحه ما بيجيش الا من العريش. ليه بقى؟ لانه زيت بجد. هناك بقى المعصره بتاعت الزيتون، بسم الله ما شاء الله، الزيت تقيل جدا وجميل. يعني احنا عن نفسنا لما بجيب، هو بيجيلي كده كادو كده، هديه يعني. تروحي عامله ايه بقى؟ تجيبي ازازه صغيره وتروحي حاطه فيها فصين توم بالخله كده، هتروحي مخرمه الفصين التوم وتروحي حطاهم في ازازه الزيت وتقفلي عليها. تمام كده يا حبايبي، وبسم الله ما شاء الله هتعمليها 3 ايام في الاسبوع، 3 بس. هتاخدي من الزيت كده على ايدك شويه وتعملي فروه راسك تكحتي فيها جامد، يعني بصي تخليها تفوق كده، فاهماني؟ 3 مرات في الاسبوع، بسم الله ما شاء الله عليها، بتطول الشعر وبتنعم الشعر، بتغذي فروه شعرك طبعا. لا تحفه، زيت الزيتون ده حكايه. كل الحاجات الطبيعيه يا جماعه تحفه. في حاجه كمان للشعر حلوه قوي بتنعم وبتطول، الروزماري. الروزماري ده بتجيبيه مثلا من عند العطار ب5 جنيه وتحطيهم في ميه بيغلوا، تاخدي الميه بتاعته تصفيه، بتاخدي ميته، تاخدي الميه دي بتغسلي بيها شعرك 2 في الاسبوع. عايزه اقول لكم قمه الروعه الروزماري ده. وبرده بتغسلي شعرك، ومش يعني بتغسلي بالروزماري بس، ما تحطيش ميه، وتسيبيه مثلا على شعرك كده 3-4 ساعات ينشف في شعرك. بعد كده عايزه تسرحي شعرك بميه عادي، يعني تغسلي ماشي مفيش مشاكل، مش عايزه برضو تمام. الروزماري حلو قوي، كل ما بيدخل بيقعد في شعرك اكتر كل ما بيبقى جميل اصلا، وفروه راسك بتستفيد منه. النهارده بقى الوصفه بتاعت النهارده اللي هي دي شبه جبنه، اللي في الكيس قدامكم دي شبه، ماشي يا حبايبي، جبناها من عند العطار، وطبعا كلنا عارفين دي بودرة الاطفال بتاعت البيبيهات. تمام، وهنا في ايه بقى يا حبايب قلبي؟ هنا في كيسين مسك ابيض، بتروحي تجيبيهم من عند العطار. تمام، كيسين، هتقولي له عايزه كيسين مسك ابيض
عايزه ب10 جنيه مثلا شابه، انا الكيس اللي قدامكم ده ب15 جنيه، والمسك الابيض دوت يا حبايب قلبي الكيس ب5 جنيه. تمام، يعني الموضوع مش مكلف خالص. هنعمل ايه بقى؟ هنروح يا حبايبي عاملين ايه بقى؟ هنروح جايبين المسك اهو، ماشي، هنكبه هنا في الطبق ده كده، ماشي يا حبايبي. هنجيب التاني ده ونكب كده برضو. هتحطي كيسين المسك، تمام. هتيجي على الشابه بقى، ماشي يا حبايبي. ادي هنا معلقه شابه اهي، تمام، وادي المعلقه التانيه نملاها شويه يا حبايب قلبي. ادي المعلقه التانيه، ماشي يا حبايبي. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي على بودره التلج بتاعه البيبيهات دي، هنحط منها برضو معلقتين. ثانيه واحده خليكم معايا كده يا حبايبي. حطينا معلقتين البودره، ماشي، ومعلقتين النشادر، والكيسين اللي هما بتوع المسك الابيض، ماشي يا حبايبي. ده بقى هنخلطهم كده على بعضهم كده هتخلطيهم كده. كل ده بتدخليه يعني تمسكيهم كده مع بعضهم كده، ماشي، كله مع بعض كده. عندك مثلا علبه صغيره، ماشي، صغننه كده، بتاعت بطرمان بتاع كريم، اي حاجه، هتروحي حاطه فيها شويه من الخليط اللي انت عملتيه ده. وده ان شاء الله كل يوم بعد الدش تروحي ماسكه شويه من دول كده وحطاهم كده المزيل العرق. لان يا جماعه الحاجات اللي هي بتتباع بره دي الجاهزه دي، تمام، ما فيهاش اي شيء من الصحه. اولا انت بتحطي ايا كان بقى اسمه ايه ولا صنفه ايه ولا نوعه ايه، كله مش كويس، تمام. انت بتقفلي المسام اللي بيطلع منه العرق ده، طبعا حاجه ربنا خالقها فينا، فما ينفعش ان احنا نقفلها. مجرد ان انت بتقفليها بتقفلي على سموم، انت كده قفلتي على سموم. السموم دي لما بتتكون مرة على مرة على مرة، شوية على شوية على شوية، بتعمل زي كلاكيع، كتل. ربنا يعافينا يا رب ويعافيكم. دي بتبقى سبب في الأمراض الوحشة، سبب يعني أساسي في الأمراض الوحشة والعياذ بالله. وفي منها بيعمل زي خراج مثلا، يعني تمام، ان انت بتقفلي مكان ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يطلع لك منه السموم. لا، انت بتروحي قافله على السموم، فده طبعا حاجه مش صحيه خالص، مش كويسه خالص. فاحنا ليه بما ان في حاجات طبيعيه وما فيهاش اي شيء من الضرر، وحاجات كلها جميله، مسك ابيض ما شاء الله ريحته جميله جدا، النشادر، بودره التلج بتاعه البيبي الاطفال الجميله دي، اصلا هي لوحدها دي كفايه ريحتها جميله وناعمه. وكمان غير كده يا جماعه بيفتح، يعني لو حد عنده المناطق دي غامقه بتفتح على طول. فاحنا ما فيش داعي نستعمل الحاجات اللي بتجيب الضرر، لو سمحتم خلينا في الحاجات الطبيعية يا جماعة. والله ما في احسن من الطبيعة في الدنيا دي، كل حاجة طبيعية كده تلاقيها بسم الله ما شاء الله تجيب نتيجة معاكي وكويسة، وما فيش ابدا النتائج العكسية اللي هي بتجيب الضرر والعياذ بالله، لا خالص والله. ده بالنسبة للمزيل، حاجات سهلة جدا اهو ومش مكلفة، يعني 10 جنيه 15 جنيه. بودرة التلج عندك في البيت حاجة بتاعت 35 جنيه، مفيهاش اي صعوبة، بل بالعكس هتاخدي نتيجة جميلة وحاجة كويسة. ويا ريت كلنا نمنع مزيل العرق ده، كلنا بلا استثناء، ستات ورجالة، امنعوا مزيل العرق لانه ضار جدا ومش كويس. خلينا في الطبيعة يا جماعة والحاجات اللي تعمليها في البيت وعلى ايديكي، وان شاء الله هتبقى نتيجته هايلة وجميلة وهيعجبكم جدا. كلكم هتعملوه ان شاء الله وهتستفيدوا منه، ماشي يا حبايب قلبي. ده كان الفيديو بتاع النهارده، المزيل الطبيعي للعرق من بيت وفي البيت وعلى ايديكي، وحاجة مضمونة.
بس كده. عايزه بقى تعملي مثلا الماسكات اللي احنا قلنا عليها دي جميله، الخيار مع النشا، حاجه لشعرك. احنا قلنا الزيت بالفصين التوم، زيت الزيتون معاهم فصين توم، في روزماري للشعر، في الجرجير. تقطعي الجرجير وتحطيه في ميه بيغلي، تاخدي الميه بتاعته تدلكي فروه شعرك من جوه، تحفه. الجرجير برضو تحفه. احنا مش بنروح نشتري زيت جرجير؟ طب ما هو الزيت الجرجير ده متعمل من الجرجير، طب ما احنا نجيب الجرجير الطبيعي، غير انك انتي بتاكليه كمان، فبتعملي حاجات جميله، يعني حاجات طبيعيه كلها وحلوه قوي. ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم وينول اعجابكم يا حبايبي، وما تنسوش ان شاء الله اللايك للفيديو، واللي مشتركش يتفضل ينورني على راسي. اهلا وسهلا. ماشي يا حبايبي، وان شاء الله اشوفكم على خير، كل خير وصحه وسلامه وسعاده في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع السلامه يا حبايبي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.